السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة يخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي التطبيق ده فيه ميزة معينة بندور عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماسح الوثائق الضوئي كام سكانر. التطبيق ده مساحته 110، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق سكانر، بدل ما تشتري جهاز سكانر ل ان هو يصور لك الورق وينزله لك على الكمبيوتر او على اللابتوب او على الموبايل بشكل افضل، بحيث ان انت لو عايز تبعت ايميل، عايز تبعت فاكس، عايز تبعت ورقة انها تطبع بشكل منظم، فانت بتقدر تستخدم التطبيق ده. بيقدر ان هو يحول لك اي مستند او اي ملف للسكانر او ل بي دي اف، او تقدر تحوله لوورد. فطبعا بدل ما بتخش تستخدم البرنامج بتاع الوورد وتكتب الكلام كله على الوورد او على البي دي اف او على الاكسل او على اي حاجه من الحاجات دي، انت بتستخدم التطبيق ده، بتصور الحاجه اللي عندك، الملف او البطاقه او جواز السفر او اي حتى كتاب عندك، عايز تحوله من كتاب ورقي لكتاب الكتروني، فانت بتقدر ان انت تستخدم التطبيق ده. بيقدر يصور لك الحاجة ويقدر ينزلها لك بنفس كأنك كاتب الكتاب كله على الكمبيوتر، او كأنك كاتبه كله على برنامج البي دي اف او على برنامج الاكسل او على برنامج الوورد او على اي برنامج من البرامج بتاعة الكتابة دي. فهو طبعا تطبيق كويس، بيستخدمه طبعا الناس اللي بتبعت فاكسات لبعض، بيستخدموا رجال الاعمال، بيستخدموا الشركات. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، والاشتراك فيه غالي، تقريبا بيوصل ل 600 جنيه شهريا، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفيهوش لغه عربيه ولا لغات متعدده كتير. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. وشكرا، السلام عليكم.